يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. ها نحن نلتقي بكم في هذه السهرة المباركة، سهرة إصلاح ذات البين، في برنامجكم والصلح خير وعلى المباشر وعلى مدار ساعة و20 دقيقة. هذا البرنامج الذي هو لكم ومن أجلكم، من أجل إصلاح ذات البين، مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. وتحية طيبة للجالية المسلمة في المهجر. دائما تنتظرون في هذه السهرة أن نعرض قضاياكم، نعرض خلافاتكم ونزاعاتكم، ثم في نهاية المطاف نقترح عليكم أنجع وأفضل الحلول، ألا وهو الصلح بالتسامح بالعفو بالصفحة، خاصة ونحن في هذه الأيام الأخيرة من شهر شعبان، وسنستقبل في الأيام القليلة المقبلة شهر رمضان. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام. نعود للترحيب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري، ثم ستشاهدون وتتعرفون على حلقة هذه السهرة الأخيرة من سهرات برنامج والصلح خير. سينقطع برنامج والصلح خير عن البث خلال شهر رمضان، وسنعود إليكم بعد الصيام والقيام وبعد النظر في قضاياكم التي بقيت على حدة منذ بداية الموسم المعنون ب ولا تنازعوا. مرحبا بك فضيلة الدكتور سعيد بويزري. مرحبا بك مجددا، مرحبا دائما بك في برنامج والصلح خير. دكتور، كيف حالك؟ الحمد لله، نسأل الله دوام النعم ونسأل الله تمام النعم. الحمد لله. دكتور، رأيتك مع بعض الأشخاص في باب القناة، ربما جاءوا لعرض حالة من خلاف أو نزاع. نعم، حقيقة امتدت الاستقبالات إلى ما قبل البرنامج بحوالي 10 دقائق فقط. نعم. إذن مرحبا بك دكتور. الله يسلمك. إذن كنا قد أشرنا في الحلقات الماضية بمجموعة من سلسلة من عناوين وحلقات. كانت الحلقة الأولى في هذه السلسلة فتبينوا، ثم الحلقة الأخرى التي ولتها فاعتبروا، فاعفوا واصفحوا فاصبروا. حلقة اليوم هي فاثبتوا، وهي من آية كريمة من كتاب الله العزيز الحكيم. قبل هذا وذاك دعونا نستمع إلى الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني والعادي بالنسبة لبرنامج والصلح خير. بدون التواصل مع برنامج والصلح خير، نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@suntv.dz. كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام. إذا نعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بويزري، وفي هذه الحلقة نحن على المباشر. أول مرة يحدث معي هذا. المخرج أو سعيد من فضلك، لا وجود للباستي أمامي فقد سقطت، ولكن سنبدأ الحلقة. سنرى فيما بعد في إمكانية أن نسترجع هذه الحلقة التي أتواصل بها مع الفريق التقني. مرحبا بك دكتور. الله يبارك فيك نجاة، مرحبا. إذا قلنا فتبينوا، فاعتبروا، فاعفوا واصفحوا، فاصبروا، ثم فاثبتوا. قال تعالى دكتور بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. دكتور، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالثبات. ما هي صور الثبات وكيف نثبت؟ تفضل دكتور. لك الفضل نجاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بسم الله، سلما نوان ذي ذويل تنوان والصلح خير. فاثبتوا.
كلمة فاثبتوا التي تبدأ بحرف الفاء دائما، وحرف الفاء له معاني ذكرناها في لقاءاتنا السابقة. أداة عطف تفيد الترتيب وتفيد الفورية. فاثبتوا. نعم. هذه الكلمة هي جزء من قوله تعالى في سورة الأنفال في الآية رقم 45، 3 نقاط بعدين فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سورة الأنفال الآية 45. أذكر سادتي الأفاضل بما نسمعه في الجينيريك. نعم. الآية الأولى من سورة الأنفال. أنفال. نعم. جزء من قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هكذا تبدأ السورة، سورة الأنفال في آيتها الأولى. وحينما نصل إلى الآية رقم 45 يقول ربنا عز وجل فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. هذه جزء من الآية 45 من سورة الأنفال تأمرنا بالثبات. وسؤالك نجاة عن صور الثبات ثم نعم. كيف نثبت. نعم. سؤالان متكاملان متلازمان مهمان، نحتاج في الإجابة عنهما إلى العودة إلى بعض النصوص في كتاب الله العزيز. نعم. أبدأ بالسؤال الأول، صور الثبات. في الحقيقة صور الثبات عديدة، وتتعدد صور الثبات بتعدد الابتلاءات في دار الامتحان. نعم. فالدنيا دار امتحان، فتن ومحن أيضا. فتن ومحن. نعم. لو بحثنا في حياة النبيين وفي حياة المرسلين كلهم وقع لهم ابتلاءات، وقع عليهم ابتلاءات، وقعت عليهم ابتلاءات متنوعة. الله عز وجل ابتلى أيوب، إنا وجدناه صابرا كما شرحنا في لقائنا السابق. نعم. نعم. وابتلى يونس عليه السلام، وجد نفسه في بطن الحوت. نعم. فكان من المسبحين وكان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وابتلى الله عز وجل يعقوب، وابتلى يوسف، وابتلى موسى، وابتلى عيسى، وابتلى جميع النبيين والمرسلين، وابتلى محمد صلى الله عليه وسلم بألوان الابتلاءات. من هذه الابتلاءات أن الكفار كانوا يطالبون المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتنزل عليه القرآن جملة واحدة. نعم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. نعم. يعني نحن نعلم بأن القرآن قد تنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم منجما. نعم. أي مفرقا على مدار 23 سنة. 23 سنة في الفترتين، الفترة المكية والفترة المدنية. نعم. على مدار 23 سنة كان القرآن يتنزل منجما مفرقا. نعم. يتنزل بمناسبات معينة كوقوع حوادث مثلا، أو يتنزل لورود سؤال على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يتنزل القرآن مبينا. وقد أيضا يتنزل القرآن بلا حادثة سابقة وبلا سؤال سابق. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يتنزل القرآن. فهو الكفار قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ربنا عز وجل أجاب كذلك لنثبت به فؤادك. نعم. فجاء الجواب. نعم. إذن وجاءت الحكمة. لماذا تنزل القرآن منجما على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ من حكم تنزل القرآن مفرقا هذه الحكمة. قال القرآن كذلك أي نزلناه عليك منجما كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا في سورة الفرقان الآية رقم 32. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى قرآن لتثبيت قلبه، لأنه مبتلى بالمحن ومبتلى بالمصائب المختلفة. نعم. مبتلى بالابتلاءات المختلفة أيضا. نعم. بالنكران من قبل الكفار. نعم. بالجحود، بالمجادلة نعم. نعم. فهذه الابتلاءات تضعف القلب. فيأتي ربنا عز وجل
ليثبت فؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. لأن القلب هو الصح. نعم. حتى على أي إنسان إذا كان قلبه نهار وضعف لا يثبت. لا يثبت. ولكن إذا كان قلبه مطمئنا، إذا كان قلبه ثابتا يستطيع أن يقاوم. نعم. وأن يستمر. نعم. لذلك قال ربنا جل جلاله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. سورة الفرقان. نعم. الآية 32. نعم. نأتي إلى صورة أخرى للثبات والتثبيت، الثبات على الإيمان. كلنا مبتل في إيماننا. لذلك عمر بن الخطاب حينما يبتلى في أمر من أمور الدنيا، يبتلى بمصيبة من المصائب، كيف يقول؟ قال: كلما ابتليت بمصيبة إلا وفرحت. نعم. لثلاث. نعم. الأولى أنها لم تكن أكثر مما كانت عليه. احنا نقول بالدرجة هكذا ولا أكثر؟ ولا أكثر. نعم. سيدنا عمر قالها. نعم. قال: أفرح لهذه المصيبة 3 مرات. نعم. قالها بطريقته. نعم. أنها لم تكن أكثر مما كانت عليه. هذا رقم 1. الثانية. الفرحة الثانية: نعم. أجرها ينسيني مرارة ألمها. سبحان الله. لأن الإنسان المصاب له أجر. وفي الألم أجر. نعم. أيضا. أنت الآن عندك مشكلة باستي يعني. نعم. إن شاء الله مأجورة إن شاء الله. ريثما يعني سيد أحمد. نعم. يلحق. أنا ما عنديش خط التواصل، ولكن أول مرة في البرنامج دكتور. إن شاء الله هذه لكل مشكلة هذه باش يسمع المشاهد الكريم. حكمة الله عز وجل أن ينقطع التواصل بين نجاة وبين الإخوة في الجهة التقنية، ولكن ستحل إن شاء الله. سيلتحقون. نعم. بإذن الله. إذن سيدنا عمر بن الخطاب قال أن هذه المصيبة لها أجر. نعم. فأجرها أنساني مرارة ألمها. نعم. وهذه فرحة في حد ذاتها. والفرحة الثالثة أنها لم تكن في ديني ولا في إيماني. سبحان الله. لماذا؟ لأنه ليس لقناة الدين جبران. إذا تحطمت قناة الدين هذه لا تجبر، صعب. نعم جدا. أما أمور الدنيا حنقول بالدرجة الشيء مخلوف إلى آخره. نعم. إذن ربنا عز وجل يبتلينا في هذه الدنيا، وإيماننا هو أغلى ما نملك، هو كنزنا الغالي الثمين. نعم. الذي يجب أن نحافظ عليه بكل ما نملك. لذلك ربنا عز وجل وعدنا بالتثبيت. نعم. أين؟ في سورة إبراهيم في الآية رقم 27. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحان الله. هذه هدية ربانية، هذه من عطاءات الله للمؤمنين. نعم. علماؤنا الذي يريد الثبات. نعم. أيضا ما هوش المؤمن اللي نعم يتلاشى في أول محنة. صحيح. أو في أي مشكلة. حينما يصطدم بأي مشكلة أو مصيبة يتلاشى ويضمحل ويضعف. نعم. لذلك ربنا عز وجل محرك الثبات هل هو الإيمان دكتور؟ نعم. لذلك ربنا عز وجل منح نعمة الثبات للقلب العامر بالإيمان. قال يثبت الله الذين آمنوا. قال بالقول الثابت. سبحان الله. حتى القول وصفه الله عز وجل بالثبات. هذه يقول علماء التفسير هذه ضمانة على استمرارية الثبات. نعم. بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني مهما كانت المشكلات والمصائب والابتلاءات، كما قال الإمام الشافعي، وأشرح هذه الآية ببعض شعر الإمام الشافعي وهو حجة في اللغة وشعره شعر حكمة، مما يقوله: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء
إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، إلى أن يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. شيء عجيب جدا. نعم. هذه الأبيات، هذه الشعر قوية من جدا. مشكاة، نعم، من مشكاة النبوة. لذلك ربنا عز وجل يقول في سورة إبراهيم الآية 27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ لأن الإنسان أيضا سيبتلى في الآخرة، والقبر أول منزل من منازل الآخرة. نعم. الإنسان كي يخليه وحده في القبر يجد نفسه في مكان لا يعرفه، في مكان غير مألوف. نعم. ما فيه فلا كهرباء ولا سجاد ولا إضاءة ولا ماء ولا هواء، لا شيء. لا شيء. مكان لا يعرفه، يقينا يحتاج إلى ثبات. نعم. يحتاج إلى ثبات. وعلى إثر ذلك نقول الله يثبتوا على الشهادة. بارك الله فيك. بارك الله نعم. فيك. وهذا القول ينسجم مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. حينما يدفن شخصا يقول للحضور استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. لذلك هذا المعنى مقصود في الآية 27 من سورة إبراهيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. هناك صورة أخرى للثبات والتثبيت، الثبات على الحق. نعم. الثبات في مواجهة العدو. نعم. فاثبتوا. لذلك علماء الأصول قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. لأن هذه الآية تتحدث عن الثبات أمام العدو. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. في سورة الأنفال الآية 45 ربنا أمرنا بالثبات أمام العدو. واذكروا الله كثيرا. لماذا؟ لأن ذكر الله إذا لازمه الإنسان وإذا يجعل وصيلته بالله عز وجل لا تنقطع. نعم. فهو يستمد الطاقة والثبات من رب العزة جل جلاله. واذكروا الله كثيرا. وهذه الآية تنسجم مع قوله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فاثبتوا. سورة الأنفال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن الثبات وذكر الله عز وجل وملازمة ذلك كله هذا يؤدي حتما إلى النجاح والتوفيق والفلاح. فمهما كانت نجاحات الدنيا فإن خسارة واحدة وإن تذكر مرارتها تنسينا فرحة الانتصارات. لأن مرارة الانكسارات تنسينا فرحة الانتصارات. أليس كذلك؟ ولكن النجاح الأكبر والفوز الأعظم، الفوز الأعظم هو الذي يكون في الآخرة في دار القرار. لذلك نجد آية أخرى في سورة محمد. ربنا يقول في القرآن الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سورة محمد الآية 7. إذن الآيات كثيرة، وردت 19 آية في أمر الثبات بصيغ مختلفة. الوقت لا يسمح للتفصيل فيها فأكتفي بهذا. الآن سؤالك الثاني قلت كيف نثبت؟ نثبت بالتزام هذه الوصفة الطبية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول بتوثيق الصلة بالله عز وجل. لأن الله عز وجل هو مصدر الثقة ومصدر الثبات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بملازمة كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا. ونحن نستقبل بعد أيام شهر رمضان المعظم، وهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما قال القرآن الكريم. لذلك ملازمة كتاب الله عز وجل تدبرا، يعني قراءة وتدبرا، هذا مصدر من مصادر الثبات، يساعدنا كثيرا على الثبات. الأمر الثالث هو قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم العاطرة. وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الترجمة العملية لكتاب الله العزيز. فحينما نقرأها ونتصفحها ونقرأها قراءة تدبر واعتبار
لا شك أننا نستمد الطاقة الكافية لمواجهة جميع التحديات وتجاوز جميع العقبات مهما كانت صعبة ومهما كانت قوية. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع دراسة سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم. فهم صفوة الخلق. لماذا؟ بعد النبيين والمرسلين، لأن الذي أشرف على تربيتهم وتكوينهم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقراءتنا لسيرة السلف الصالح تساعدنا حقا على أن نتعلم كيف نثبت أمام الأهوال وكيف نقاوم. والأمر الخامس والأخير هو دراسة سير الصالحين عبر العصور، لأن الصالحين هم أيضا يتمثلون هذه القيم في حياتهم. فإذا درسنا سيرتهم لا شك أن نتمثل تلك القيم كما تمثلوها هم في حياتهم. ويبقى بعد ذلك كله هو أن نوثق صلتنا بالله عز وجل، لأن الله عز وجل هو مصدر اليقين وهو مصدر كذلك الثبات. نسأل الله أن يثبتنا في الدنيا وأن يثبتنا في الآخرة. بارك الله فيك دكتور سعيد بويزري، نشكرك على هذه المقدمة في بداية هذه الحلقة المعنونة فاثبتوا. إذن تتابعون هذه الحلقة. قبل أن نعرض عليكم القضايا التي بقيت في الحلقة الماضية وما قبلها، تابعوا معنا هذا الروبورتاج الذي بفضله استقطبنا الضيوف الذين جاءونا وزارونا في بلاتو برنامج والصلح خير. تابعوا معنا وسنعود لمتابعة الحلقة. سيدة نعيمة، باش نعرفوا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، أنت طليقة السيد عمر اللي فات معنا الأسبوع الماضي في برنامج الصلح خير، واللي حكينا فيه على التعاسة الزوجية. عايشة كين ناس صابرة على ولادي. حملت ومن بعد ذاك الحق باش يبيع لي الدار. كي الحق باش يبيع لي الدار، كي صفاو الامور هادو، قبل ما يصفاو انا رحت للتريبينال. أنت 6 أشهر سجن غير نافذة، وإحنا تعويض أولي 300 مليون سنتيم. بعد هذه المحاكمة تمت محاكمة ثانية في المجلس برويسو. الطبيبة أعطوها عام سجن نافذ. احنا التعويض قال لك عدم الاختصاص. عدم الاختصاص نروحوا للمحكمة الإدارية. رحنا وليس كل الضحايا، لأن كاين ضحايا خافوا، قال لك احنا ما نقدروش نروحوا من بعد تصل لنا متابعات. في حالة ما الصلح تم، مادام عندك موافقة مبدئية، هل مستعد تتنازل عن كل القضايا اللي في المحكمة إذا تم الصلح؟ إذا تم الصلح أنا تم الصلح سينو ما نتنازل عليهم. نحن السباقين الصلح، قلت لك بالدليل هذيك تاع الأئمة اللي جمعناهم كاع. احنا مالكين قطعة أرض منذ سنة 1967 في حي البدر، وبجوار هذه القطعة هذه احنا رانا يعني نستغلوا قطعة أرض فيها حوالي 600 متر، ودايرين فيها يعني محل تجاري لصناعة الحديد. ومن بعد تفاجئنا جانا محضر قضائي من بن جراح جاي بلغنا بأمر بالطرد. إلى كل من أراد أن يعرض خلافا أو قضية أو نزاعا، برنامج والصلح خير يزوركم في بيوتكم لتصوير قضاياكم ولإيجاد حل لمشكلاتكم. اتصلوا على الرقم 021 37 41 21.
إذا حلقة اليوم فاثبتوا نتواصل معكم من خلال هذه اللحظات من برنامج والصلح خير. اليوم نستمع إلى قضاياكم بما أنه هو العدد الأخير قبل حلول شهر رمضان. نستمع إلى قضاياكم ونفتح أبواب الحوار انطلاقا من هذه الأرقام التي سأذكر بها والتي تشاهدونها في أسفل الشاشة: 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00213. نحن في الخدمة ونستمع إلى كل انشغالاتكم الفقهية، مشكلاتكم، نزاعاتكم وخلافاتكم في هذا العدد. نعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بوزري ربما بسؤال نطرحه عليك فضيلة الدكتور، وتكون الإجابة أيضا عن طريق الرسائل، لأنه أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر العبادة. هذا الفصل هو أيضا فيه فضل علينا حتى نتهيأ لنصفح لنتسامح لنستقبل هذا الشهر، ولا خلاف ولا نزاع في أنفسنا ولا في بيوتنا ولا في مجتمعاتنا. فضيلة الدكتور تفضل. لك الفضل. وشهر رمضان المعظم في الحقيقة هو شهر استثمار أيامه ولياليه. نستثمر أيامه صياما وذكرا وعملا صالحا، ونستثمر لياليه أيضا في تلاوة القرآن وفي صلاة التراويح. نعم. هي فرصة العمر في الحقيقة. نعم دكتور. هناك أناس قدر الله عز وجل أن يموتوا ولم يحضروا ولم يشهدوا هذا الشهر. نعم. وإلى الآن ندعو الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. فهناك من صام العام الماضي ولكن في هذه السنة انتقل إلى رحمة الله، والذين يعني يقدر لهم أن يعيشوا هذه السنة ربما لا يعيشون إلى غاية العام القادم أو القابل قابل السنة، لا ندري. لذلك هي فرصة العمر لابد أن نستثمرها أحسن استثمار في الباقيات الصالحات، في القربات وفي الطاعات وفي صلة الأرحام. تصوري معي نجاة أن تجتمع الأسرة الواحدة تجتمع لتأكل من صنوف الطعام، ولكن بين أفراد هذه الأسرة مشاحنات ونزاعات. بهذه النزاعات بهذه المشاحنات يفقد هذا الشهر جماله ورونقه. نعم دكتور. ما أجمل أن يتصالح الناس، ما أجمل أن يتسامح الناس ولو كان الطعام قليلا خفيفا. هذا لا يضر، هكذا كان يعيش سلفنا. أما يعني ملء المائدات بالمشويات وبألوان الطعام، ربما أحيانا يصل الأمر عند البعض إلى التبذير المحرم في شرع الله عز وجل، وربنا يقول ولا تبذر تبذيرا. ولكن للأسف الشديد والقلوب ربما فارغة من كل عبادة وثبات، فهذا ليس يعني سهلا أيضا. صحيح. لذلك رسالتنا أن نحسن استثمار هذا الشهر الفضيل في الطاعات وفي القربات وفي التصالح والتسامح. شهر يأتي في كل عام. لا نضيع هذه الفرصة، لا نضيع الفرصة، ومن ضيعها فيما سبق فليجتهد هذه السنة لاستدراك ما فاته. ما أجمل أن تجتمع الأسرة، ما أجمل أن يتصالح المجتمع، ما أجمل أن يتصالح الجيران. فهذا هو المقصود، أو هذا من مقاصد الصيام. فالصيام يحقق جملة مقاصد، مقاصد إيمانية تعبدية، مقاصد تربوية أخلاقية، مقاصد اجتماعية، مقاصد اقتصادية، مقاصد خلقية كثيرة. سنستمع إلى تفاصيل هذا الموضوع في مستقبل الأيام من قبل الإخوة الدعاة والأساتذة عبر هذه القناة الموقرة أو عبر وسائل النقل المباشر في القنوات الأخرى وكذلك في الإذاعات المختلفة. نعم بارك الله فيك دكتور. إذن كما كان يقول فضيلة الدكتور سعيد بوزري الرجل المصلح أطال الله في عمره، ما أجمل أن تتراجع العائلات والأسر عن كل خلاف ونزاع لاستقبال هذا الشهر الفضيل. في انتظار أن نستقبل مكالماتكم وخلافاتكم للنظر فيها في هذه الحلقة، فاثبتوا
نمر إلى البريد العادي. بقيت بعض الرسائل هكذا عند فضيلة الدكتور سعيد بويزيري، وبعد مراجعة هذه القضايا نعود لنظر دكتور سعيد بويزيري الرجل المصلح في قضية سعيد من برج منايل بومرداس. تفضل دكتور. نعم. هذه قضية رسالة الأخ سعيد. نعم. وهي قضية عقارية. نعم. اطلعت على الرسالة وقد ترك هاتفه يعني داخل الرسالة. سأتواصل معه إن شاء الله يوم الغد إذا قدر الله عز وجل لضبط الموعد. هو عبر عن رغبته في الحضور إلى المباشر يعني، ولكن تعذر ذلك ما دام هذا هو آخر عدد يعني كما تفضلت أخت نجاة. إذا سأتواصل معك، فإذا حل الإشكال إن شاء الله خلال هذه الأيام القليلة القادمة الله يبارك. إذا بقي الإشكال يعني قائما نعم. ستشرفنا بحضورك عبر المباشر بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. إذا بعد سعيد من برج منايل من بومرداس يقول سيد أحمد لويزا تتصل بنا من وهران. السلام عليكم أختي الكريمة لويزا. لويزا من وهران. السلام عليكم أختي. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، نجم نهضر بالقبائلية مع الدكتور سعيد. تفضلي لويزا، تفضلي نحن نستمع. تفضلي لويزا. إذا أنا كلمة بغيت تفصيل الحاجات تاع غير جوية الجيلية هم الميت تاع الباراليزي صافي 4 شهور. وقال لك نسمحي كان؟ أنا كان جوي الباراليزي 4 موا. نعم. 4 شهور هيك. الدنيا ما بتمشي تقبل غير المرض ديالها، شو غير يديك ربي مرحبا. نعم. قبل كلش السروق عطاس سواء نقنص السروق تصير غير تحاول تشفى. نعم. داخل 50 سنة ديال عمري زعما تايو غطاس من الغارة. إيمانا كنغطي بالطير السروق وكتغطي الذنوب زعما تجيها ربي غتلي ولاد غطاس صغير من هذيك اللي ديك الشوطة. نعم. زعما والدي كان يطلب غادي ان شاء الله. ان شاء الله. هذا اللي كيسكن عليه فقط شوطه يطمن الشواط ديال العنايات. ان شاء الله ان شاء الله. تبارك عليه وربي صغر ربي زعما انت باش تقبل غير المرض ودي ربي كيدير الساكن هنا ديال ربي مرحبا. مرحبا. زعما يسوق ويصبر غير ما يروح يروح يصبر غير فينا نسرق في الطير. ان شاء الله. اديزنا ربي الصبر، اديزنا ربي الصبر ان شاء الله. ودي وربي الشفاء اتصلوا تماثيل ريثك شويه ان شاء الله اكمل الجو. يعطيكم الصحه الله يجازيكم. الله ان شاء الله يجازيك بالخير ان شاء الله وبالشفاء لويزا. رمضان سعيد يغفر لك الله وفي الغاشي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله لويزا صحه رمضانك انت ايضا وكل من معك في الاسره. اذا شكرا لويزا، شكرا بالشفاء ان شاء الله. اذا نستقبل المكالمه الثانيه من ولايه بومرداس. زهية معنا. السلام عليكم أختي الكريمة زهية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. زهية من فضلك حبيت نهضر القبيلية مع دكتور سعيد. زهية من فضلك تقدري تتكلمي معه ولكن فقط نقصي نهائيا للتلفزيون باش نسمعوك مليح. نعم نقصي له تماما. طيب حتى نسمعوك من الهاتف. السلام عليكم زهية. نعم. راجلي عنده بروبليم تاع الفنتريت. لا غوتخات. نعم. انت عندك بروبليم تاع لا غوتخات ولا اللي معاك؟ راجلي. الزوج تاعك. نعم غير الخير. يخدم 7 سنين في قاجة. 7 سنوات. نعم. ومن بعد جبل تريت نورمال يدي شويه، ومن بعد قالوا له الناس لازم توافي باش يعطوك حق 7 سنين. لا غوتخات تاعو يقولوا له الناس قليله هذه هي. نعم. وبعد يقولوا له لازم تتكلم على حقك باش ربما تكون لا غوتخات. نعم. اي معلومات ما عنده اي خبر يعني ما على بالوش تاع ما على بالوش ما عندوش ربما المعلومات. طيب تحتاج تواصل مع الاداره. السلام عليكم. طيب زهية. نعم. ممكن تخلي لك رقمها. زهية ممكن تخلي رقم تاعك للتقنيين راح يتواصل معك لانه المساله مساله اداره وحقوق وليست مساله صلح، ولكن
ما كاش مشكل. مرحبا بك زاهية من بومرداس. شكرا سعيد سيد أحمد كل من هم في العارضة التقنية. خيرة من تيارت دكتور البريد العادي. خيرة من تيارت نعم. عندها مشكلة أيضا. نعم. الأخت خيرة يعني من تيارت، أولا نبادلك نفس الشعور يا الأخت خيرة من تيارت بالنسبة للبرنامج. نعم تشكر البرنامج. نعم هي رسالتها وصلت. نعم نحن في الخدمة خيرة. نعم. يا سبحان الله، قالت أنا هي عانت الويلات من ظلم العباد. نعم. لعل الكلام الذي ذكرناه في لقائنا السابق فاصبروا، وأيضا ما ذكرناه اليوم فاثبتوا. نعم. إن شاء الله هذا يكفي، لأنه يا أختي خيرة نسأل الله الستر وحسن الختام. ذكرت النبيين والمرسلين باش نقولوا ربي سبحانه ابتلى الجميع. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء أشد الناس بلاء. نعم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو في رواية ثم الأمثل في الأمثل. إذا كان الأنبياء يعني هم أشد الناس بلاء، الأنبياء أشد الناس بلاء، فالبلاء نزل على الجميع. ولكن وربنا قال في سورة الملك قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. وذكرنا المرة اللي فاتت يعني في الحلقة السابقة في سورة البقرة الآية 155 والآية 56 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا تنتهي الآية 155. وبعدين رب يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مادام الأخت خيرة تقول أنا عانيت ويلات كثيرا من ظلم العباد. نعم. أولا نقول لهؤلاء العباد أسأل الله لهم الهداية، لأن الظالمين نهايتهم مأساوية في الحقيقة. سيندمون في أواخر أعمارهم. وكم من ظالم استيقظ ضميره وأراد أن يطلب العفو من المظلوم ولم يجده أصلا. نعم. لأن المظلوم قد انتقل إلى الدار الآخرة. نعم. وقد يجد ذلك المظلوم ويلتمس منه عفو ومغفرة والمظلوم يرفض. نعم. إذن مشكلة. لذلك أقول للظالمين لا تؤخروا التوبة. نعم. لأن تأخير التوبة إثم يحتاج إلى توبة. نسأل الله العفو والعافية. في الحقيقة المظلوم الظالم هو المسكين. نعم. لأنه هو اللي خسر كلش، ولكن المظلوم راه مأجور. نعم. على صبره. نعم. بقدر الصبر يكون الأجر. نعم. علاش قال رب سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لماذا؟ لأن المظلوم إذا أحسن إلى الظالم فهذا أمر منطقي، أليس كذلك؟ نعم. لماذا؟ لأن الظالم قد أهدى حسنات للمظلوم. نعم. ثم أنه بسبب الظلم قد اقترب المظلوم من الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا يستحق الظالم أن يحسن إليه. خاطر بعض الناس يقول لك أنا كيف يظلمني ونحسن إليه. نعم. طبعا خارج منطق القرآن والسنة الإنسان يقول ما يشاء. نعم. ولكن الميزان متى يكون سليما ودقيقا وصحيحا إذا كان مستمدا من الوحي الطاهر كتابا وسنة. نعم. رب يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس زيد والله يحب المحسنين. نعم. سبحان الله. لذلك نقول كالوقت خير الصبر وما تخافيش إن شاء الله ربي يهديهم. هذا واش نقول إن شاء الله دكتور. إن شاء الله دكتور. قبل أن نمر إلى البريد العادي، قضية فاطمة من ولاية سطيف، هذا الاتصال بقي في الحلقة الماضية بعد انتهاء برنامج والصلح خير. قضية فاطمة من ولاية سطيف تقول الأسبوع الماضي بالنسبة للثلاثاء الماضي ابنتي متزوجة منذ سنوات طويلة الآن وقد أصبحت عجوزا، رجعت إلى بيت والدتها الأم تاعها، رجلها طلقها طلاق تعسفي وهي في أواخر شعبان، وهي أنا عجوز وابنتي عجوز. قالت لك حاولنا مرارا وتكراما أن نصلح بينهما وحبت البنت تاعها ترجع، لكن هو يقول نطلقها في شعبان، ما تصوم معي ما تصوم مع أولادها. أردت أن أتعرف عن الأسباب لم أعرفها دكتور. نعم. الحقيقة يعني الطلاق
كما يقرر الفقهاء نعم. الأصل في الطلاق الحظر. نعم. أي المنع. الطلاق يكون حلا أخيرا بعد استنفاذ جميع الحلول الموجودة في الكتاب والسنة. نعم. يكون حلا أخيرا لمشكلة، ولا يكون سببا لمشكلات. نعم. يعني مما يؤلمنا كثيرا أن يقع الطلاق بعد طول عمر. يعني قالت لك الآن وأصبحت عجوزا، بنتها هي عجوزة. نعم. ويطلقها الآن يعني. نعم. يا عجبة سبحان نعم. الله العظيم وبحمده. في أيام شعبان هذه يعني وفي أيام وقبل رمضان يعني في أيام شعبان. في أيام شعبان ذكرتني بالمناسبة يعني هذه الأيام 17 حالة طلاق وقعت. نعم. وربي يسر عودة الآن 14 حالة رجعوا إلى بيوتهم. نعم. كل عام تحدث معك مثل هذه القضايا. ذكرنا هذا في أواخر شعبان. قلت لي بنتي أنني متعب لأنه ما راحش نصوم إذا ما رجعوش لديارهم، ما نقدرش. الشيطان هذا ورجعوا كامل إن شاء الله. نعم. ربي سماه العدو المبين، عدو المبين. نعم. بغى يفسد الأسرة ويوقع الطلاق بين الزوج والزوجة قبل رمضان. نعم. وكما واحد منهم يعني كأنها بطولة يعني. ربما حكيت معك خارج البرنامج. نعم. قلت لي. نعم. وقال ما تصومي ما تاكلي الشربة معايا في رمضان. نعم. والاخر سبحان بالشرب سبحان الله. نعم. والاخر سبحان الله ثاني كيف قال لي رجع لي مرتي باش طيب لي الشربه في رمضان. قلت له يا جماعه واحد ما تاكلش مع الشربه يا ناس. او كارثه اذا ربطوها بالشربه معناتها ترجع طيب لك الشربه وبعد العيد تزيد تطلقها. نعم. ما تربطوش الامور هذه بالشربه شيء عجيب. كما يقولوا الشر البليه ما يضحك. نعم. ما يضحك. إذا كان الإنسان لم ينتبه إلى خطورة الشيطان وإلى مكائد الشيطان قد يقع في هذه الأمور نتاع الطلاق، وربما يعتقدها بطولة يعني يقول أنا بطل يعني طلقت زوجتي قبل رمضان. نسأل الله الهداية للجميع. درك 14 رجعوا، مازال هذا العدد يعني مازال 3 إن شاء الله يقدر. إن شاء الله ربي يسر يعني ندعو لهم في هذا اليوم المبارك نقول يا ربي سخرهم وربي اهديهم وربي يرجعوا لبيوتهم باش يرجعوا. نعم. والشيء المؤلم اكثر كما هذه الحاله يطلق زوجته وهي عجوز. نعم. عاشوا سنوات طويله في نهايه العمر خلاص قريب الاخره. واش بقى دكتور في عمرها؟ هو زمان الصالحين كيلقى واحد كما كان يروى عن الفضيل بن عياض تلقى مع واحد في الطريق قال له كم في عمرك؟ قالوا عمري 60 سنه. قالوا قريب توصل معنا راك في المحطة الأخيرة. هذا اللي عنده 60 سنة قال له قريب توصل والموت راهي قريبة للصغير الكبير للمريض. يعني علاش يطلقوا هذا سبحان الله. نسأل الله الهداية للجميع. واش نقدر نقول درك إذا كان هو رفض الصلح. نعم رفض وأصر على الطلاق غير ربي اللي يقدر له. ونقول المطلقة وليماها نذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. قدر ربي يهديه ويتصالحوا. نعم. ويكملوا حياتهم في طاعة ربي إلى أن يلقوا رب سبحانه عز وجل وهو عنهما راضي. نسأل الله أن يرضى عنا جميعا. نعم. دكتور أيضا قضية عبد الملك من وهران قال لك هذا هو رمضان في عامه الثاني وأنا في قطيعة مع أخي الأكبر. كلما ذهبت للصلح رفض والسبب كانت بيني وبينه شراكة وتجارة. بعد فك الشراكة لأزمة مالية قطعني مباشرة. قال لك ماذا أفعل خاصة وأنا راني على فراش المرض؟ كيف أفعل فضيلة الدكتور سعيد بوزري؟ يا سعد مالك أخي واش نقول لك وانا ربي يشفيك. رقم 2 اجتهد في التواصل مع أخيك. نعم. بكل ما تملك من وسائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ. اجتهد فأنت ملزم بالاجتهاد ببذل عناية لا بتحقيق غاية. دكتور نتوقف. نعم. فضيلة الدكتور نتوقف للاستماع إلى أذان صلاة العشاء. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نتواصل معكم إذن في قضية عبد الملك من وهران بعد قطيعة مع الأخ الكبير تاعو جراء مشكل شراكة وتجارة. نعم دكتور. أخ عبد الملك، قبل أذان العشاء قلت لك يا أخي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ. أنت اجتهد في بذل عناية لا في تحقيق غاية. من خلال التواصل مع أخيك، وإذا تعذر ذلك من خلال الوسطاء، من خلال أهل الخير، فإذا اجتهدت فإذا تم الصلح ذلك ما كنا نبغي، وإلا فذمتك بريئة أمام الله عز وجل. اطمئن. ثم الشيء المؤلم في مكالمة نعم. دكتور نعم. ونعود إلى قضية عبد الملك من وهران. تتصل بنا من ولاية سكيكدا زينب. السلام عليكم زينب. السلام عليكم، مساء الخير. مساء الخير زينب، مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. واش راكي زينب؟ الحمد لله يا زينب. حابة نسقسي ولا كان يقدر كل ما يقدرش يجاوب درك يجاوب لي فيها لا سألني إذا كان. نعم زينب، نعم تفضلي. حبيت يعلمنا الثبات. درك أنا وأختي عايزين صافي أمي وأبي متفرقين، أنا وأختي نديرو مرة هي مع بابا وأنا مع أمي وخاطرها نتبادلوا. نعم. حبيت يعلمنا الثبات، خاصة أن بابانا مريض وكبير وكل شيء. نعم. وهي هكا حبيت يعلمنا الثبات. حبيتوا تتعلموا الثبات. قلتي الأب والأم تاعك منفصلين زينب؟ نعم منفصلين. منذ متى زينب من فضلك؟ منذ متى؟ شحال الوقت تاع بزاف. وصافي في البيت غير انت واختك؟ انا واختي. ساعات وحده تقعد مع باباها وساعات وحده تقعد مع يماها. مع يماها ان شاء الله. ماما متبادلين مع ماما. نعم ان شاء الله ربي يطول في عمرهم ان شاء الله. الله يسلمك. نعم. يعلمنا الثبات في الموضوع هذا، وكون يقدر يربط لنا الموضوع تاع الحصه اللي فاتت نسيت هو في الموضوع. بارك الله فيك زينب. نشكرك على هذه المكالمة. والله يا زينب قلبي معك، إن شاء الله ربي يثبتكم إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. إذا دكتور عبد الملك، ثم نعود إلى لويزا من وهران هكذا، ثم نعود إلى البريد. نعم. والجميع يأخذ حقه في هذه الحلقة. نعم دكتور. النقطة الأخيرة اللي نذكرها يا سي عبد الملك
هو هذه القطيعة التي وقعت بسبب شراكة، بسبب المال. هذا نفوت لسه نقول الأمر مؤسف. هناك مكالمة أخرى دكتور، ثم نخلوك تكمل مع قضية عبد الملك من وهران. محمد من العاصمة، السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم. أحمد الأخ نجاة. أحمد من العاصمة، نعم. تحية ليك وللدكتور سعيد. مرحبا بك. بارك الله فيك. مرحبا بك سيد أحمد. نعم. والله عندي سؤال فقهي، السؤال الأول، ومن بعد عندي واحد الموضوع قد طرحت عليكم في الأيام الفائتة. سؤال فقهي أولا، نعم نحن نستمع. نعم. أولا السؤال الفقهي، قد ذكر الأستاذ يعني كيفية تنزيل القرآن. نعم. وقد ذكر الله في سورة البقرة في بعد اجتماع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. عد الناس إلى آخر الآية. هل القرآن نزل كله في شهر رمضان أم في الأشهر الأخرى؟ هذا السؤال الأول فقهي. والسؤال الثاني، الأخت نجاة كانت واحد قضية طرحتها عليكم عندها حوالي شهر ونصف. نعم. والله غير حاولت الاتصال بكم فيما بعد، لكن للأسف الشديد ما قدرتش. نعم. والتي هي ذكرنا واحد الموضوع تاع الأخت نتاعي تبنات واحد البنت، فهمتي؟ الأخت تاعك تبنات واحد البنت، نعم. ولما يعني انقطعت المكالمة، معذرة. أحمد من العاصمة، إذا كان ممكن تعود تتصل بنا. جوهر بليدة، شكرا سعيد. جوهر بليدة، بويرة. جوهر من بويرة، السلام عليكم جوهر. السلام عليكم أخت نجاة، واش راكي؟ الحمد لله. كيفك جوهر، واش راكي؟ لا بس يسقسي عليك الخير، واش راه الدكتور؟ الحمد لله، راهو أمامك. الحمد لله جوهر. نعم. واش راهو الوالد تاعك؟ والله غير شويه الأخت نجاة، يسقسي عليك الخير إن شاء الله. الحمد لله. نعم. الحمد لله. أخت نجاة بغيت نهضر مع الدكتور. نعم تفضلي. على القضية تاعنا تاع عقد الهبة على وليد خويا. نعم. راه الوالد تاعي راه شويه مقلق، كي شغل بغى يشوفه، كي نروح نهضر معاه يهضر لي غير عليه، لو كان عينو راه جاي يشوفني وهكذا. نعم. راه مقلق بالبزاف، بغى يشوفه. خاصة وانك اتصلتي بي في الاسبوع الماضي، قلتي لي انه حميد راهو جا من الصحراء لقضاء عطلة. ما كاش مشكل. وانا قلت لك ما تتقلقيش، لانه الدكتور سعيد بوزيري يتواصل معه. الدكتور الجد راهو مقلق على الحفيد. تفضل. ان شاء الله سيرى الاخت جوهر. جوهر ان شاء الله اطمئني، معليش سنجيبها ان شاء الله كي نوصلوا لها ان شاء الله. نعم دكتور، نشوفوا الوقت باش نقدروا دكتورنا. نعم. ماذا قلت سعيد؟ هناك اتصال. صالح برج بوعريريج، السلام عليكم أخي الكريم. صالح برج بوعريريج، السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. السلام عليكم صالح من برج بوعريريج. مساء الخير عليكم خوت نجاة. مساء الخير صالح، ممكن تنقص التلفزيون باش نسمعوك من الهاتف. مساء الخير. مساء النور. صالح نقص التلفزيون تماما، نقصه باش نسمعوا فيك مليح. مساء الخير دكتور سعيد. مساء الخير يا سلامة، مرحبا. نعم. تفضل سي صالح، رانا نسمعوا فيك. نعم. 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 مساء الخير سي دكتور سعيد. مساء الخير يا سلامة. حبيت نسقسيك دكتور. تفضل. نعم. أنا كنت متخاصم شوية مع الوالدين ومع الأخوة. متخاصم مع الوالدين والإخوة. مع الإخوة. نعم. وعلاش سي صالح؟ شوية على الورث نتاع الدار ونتاع الأملاك تاع الأب. ودركا كيفاش راكم؟ ودركا راني تصالحت معاهم، عندي واحد 5 أيام ولا 6 أيام. الحمد لله. هما كانوا ظالميني شوية، كانوا وأنا سمحت لهم أنا كلش. أنا اللي وليت تصالحت معاهم، ظالميني وعجبوني في دار الشراء على جال الورث. وبالظلم بشهادة الزور. نعم. اللي ضربت الأم وضربت يعني فيها شيء محال. معلش مادام تصالحت معاهم ما تقولش هذا الكلام. أنا اللي رجعت فيهم، أنا اللي حاولت نتصل بهم الكل. طيب إذا كان تم الصلح الحمد لله، ما نعاودوش نولي ولا المشاكل اللي كانت في المحكمة. كيفاش راهي العلاقة تاعك بعد هذه الأيام 6 الأيام القليلة؟ راك الحمد لله؟ خوت نجاة. نعم. خوت نجاة، حبيت نقول لك نسقسيك. قول لي. يسمى كي
قلت في دار الشرع وسيت شويه مع الوالدين ومع الاخوه، قلت حرمت، قلت لهم باللي بالحرام ما نولي لكم غلا غلا يعني غلا تبع الرزق طيب المحكمه. طيب صالح، هذا هو سؤالك، حرمت على نفسك وما سبت رحت تصالحت معاهم. تسمحي لي. نعم. من بعد انا من بعد واش صار؟ ومن بعد انا اتصلت بالائمه تما هنا في البرج. ايه. وصالحوا بيناتنا الحمد لله. وقالوا لي دير تصوم 3 ايام. صوم 3 ايام. وتشري حويجات للام وللمراه وتقلب كلش في مجراه. نعم. يعني واش يقول الدكتور سي سعيد. طيب صالح، شحال في عمرك من فضلك؟ في عمري 71 سنه. إيه الله يبارك، الله يبارك، ربي يطول لك في عمرك وفي عمرهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. ظلموني وانا اللي وليت. معليش يظلموا الوالدين، نولوا ليهم نولوا ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا صالح. شكرا. اذا كنت تعطيني النمر تاعك يا سي سعيد، نمر التليفون تاعك ولا نعطيكم النمر تاعي؟ طيب سي صالح، خلي رقم التليفون تاعك في العريضه ومن بعد احنا فضيله الدكتور راح ياخذ الرقم تاعك. ان شاء الله. بارك الله فيك. ورمضان كريم. يعطيكم الصحه. امين. امين. بارك الله فيكم. شكرا صالح، شكرا. حاجه تفرح يعني. الحمد لله كان الصوم. نعم دكتور. سي عبد الملك، فقط موضوع الشراكه. يا أخي، الشراكة بين الإخوة وبين غير الإخوة هذا أمر مشروع ومعروف ومألوف. وحينما تقع هناك خصومة أو خلاف، النصيحة هي كالآتي: إما تفلوها بيناتكم، نعم، تقديم الحسابات وكذا وكذا وكذا، وإما مباشرة تستعينون بمن هو أهل لذلك. يعني والخبراء الحمد لله الماليون كثر. نعم. ربي قال فاسأل به خبيرا. نعم. تشوفوا الناس اللي يعرفوا هذه الأمور تاع الأمور المالية والتجارة وكذا، ويفروا بيناتكم السلام، أو التجار، يعني حتى التجار أيضا خبراء في هذا المجال. المهم ما حبيش نقول يعني سبحان الله أحيانا الميزيرية تجمع بين الناس، الجوع والحيف والمحنة، ولكن كي يكون الخير يكون الخلافات والخصومات. يعني أو المال هذا جعله ربي سبحانه للخير، باش الألفة تزاد والمحبة تزيد، وليس العكس. لذلك يا أخي أنت دير لي عليك كما نصحنا. نسأل الله أن يرقق القلوب إن شاء الله، ويألف بين القلوب إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، نعود إلى الاتصالات باش نعطيهم حقهم، ثم البريد الإلكتروني، لأنه بما أنه آخر حلقة ربما كان راهم ينتظروا. لويزا من وهران، دكتور باراليزي بوندون 4 موا، قد ما تقبلش النظر، ولكن الحمد لله. نعم. ولت لويزا ثم زواروث ارجازيم سديو ربي شفا، ربي دي تساكن الشفاء رغورس قلت مزواروث في السنه كنت نظام مرحبا ستيك شار ربي ربي سبحانه يجرف امذان سويني كفغا ملمي كفغا كني كفغا في هذيك القواعد باش نفهم القضاء والقدر. ربي سبحانه يجرب الناس بما يشاء متى شاء وكيف ما شاء. نعم. هذه القواعد خلينا نفهموا كيف نتعامل أو كيف نتعلم فقه الابتلاء. ربي سبحانه أغي يجرب سويني كفغا ماشي سويني نفغا، ملمي كفغا ماشي ملمي نفغا، أكني كفغا ماشي أكني نفغا. سنض مرحبا ستيك ربي وكذا ولي قرزن لكن دينا نفي وش فيه صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل. فقلت مزوروث في السنة نظن يمكن يقفل الهلاكي ساعتكم الصحة يمي تقفلض المعنيس تقفلض أين يبغى ربي اش متقفلض ذيني قرزن من ثم ثالثي مطاون ثورة ما إلا كان كاغلين دي مطاون الرحمة ولاش ديك سوور قرني في قبايليث ما فرعض أتسوث يعني ما فرعض ثقنا وثدفك الهواء ما فرعض ثاسة دفك مطاون. نعم. هذا المثل بقبايلي حلو. نعم. قال لك يعني الكبدة كي طرعد تنزل الدموع نعم. كما السماء كي طرعد تنزل الأمطار. نعم. وكذلك الكبدة كي طرعد تنزل الدموع. شيء عادي. نعم. شيء عادي. نعم. مرحبا ستيك ربي ولكن الإنسان ما يلزمش يبكي حتى كأنه يرفض قدر الله سبحانه وتعالى. لا ولي قال في ندم يعني المحسوب يعني تصرض لما كسقر ربي اي غراك خاطي ما دي مطون الرحمه مرحبا يسنا سلام سن يمطون الزيز دين ولاون اسديو ربي شفاء شمام يفكر ربي لاجر صفراسي ورقازيم رفدي ثلاثا ضموضين سال لاجر ضم قران اكيم وفق ربي ديو ربي شفاء اما ورقازيم اما يموضان مره.
ان شاء الله. دكتور زهيه من بومردس اللي تقول الزوج تاعها جاجا 7 سنوات ولكن عنده وين غوتخات بعد التقاعد، لا غوتخات تاعو قليله وكيفاش يطالب بحقه وان كان سؤال يعني ماهوش في الحقيقه يعني مادام ان شاء الله خلات رقم الهاتف ما عندكش في المعطيات لا يضيع حق وراءه طالب. هذه مساله اداريه قانونيه، يعني اذا كان زوجك يلجا الى المصالح المختصه وبعدين يعرض مشكلته، نعم. إما بمفرده أو بمرافقة أحد الجيران أو نعم. أحد يعني الناس، نعم. يروح ثم يعرض القضية تاعو بالوثائق الثبوتية اللازمة. فإذا كان خذ حقه كاملا الله يقتنع باللي اللي موجود، نعم. قد تكون منحة صغيرة ولا كبيرة، نعم. ماشي مشكلة هذه، الواحد يصبر ويحتسب، وإذا كان في خطأ يصحح إداريا، نسأل الله التوفيق. نعم دكتور. زينب مسكي كده اللي تقول دكتور علمنا الثبات، لأنه الوالد والوالدة تاعهم منفصلين مطلقين منذ زمن بعيد، وهما زوج خواتات، كل وحدة كل مرة وين تروح، مرة واحدة تروح عند الأب تاعها، مرة الأخرى تروح عند الأم تاعها. دكتور تفضل. زينب ربما محتاجة تحتاج صحيح إلى يا زينب، إن شاء الله ربي يعطيكم الصبر. نعم. وانتم ربي وصاكم مع الوالدين، هما انفصلا، لذلك نؤكد في كل مرة نقولوا يا ناس ما تطلقوش، أو كي تروح تطلق فكر في المستقبل. كما قلت البارحة لأحد يعني الناس، الحمد لله تراجعوا والحمد لله رب العالمين. قلت لهم دركوا الآن وليدكم شحال عنده عامين في عمره، قلت بعد 20 سنة يكون عنده 22 سنة. نعم. هذا الابن سيسأل الوالدين، نعم لماذا؟ يقولوا معلش يعني حرمتوني من حنان الأسري. قلت ويسألنا نحن أيضا جميعا. نعم. كمجتمع. نعم. يقول يا المجتمع اللي راكم غير تتفرجوا ولا تحكيوا. نعم. خاطر الناس أحيانا يستلذون، بعض الناس يستلذون نقل الأخبار. قلت نعم. على بالك الفلان طلق زوجته. نعم. أو الفلان تلقاه هي طلقاته، ويحكيوا الحكايات. خبر عاجل. لا. نعم. خبر عاجل. يعني المجتمع ما يلزمش يبقى في حاله من تصويب السلوك او تصويب هذه المحنه، يروي حكايات. نعم. هكذا. نعم. باش يفوت الوقت، وهذا امر لا يصح. المجتمع لا يصح ان يتفرج، ما يبقاش هكذا سبيكتاتور يتفرج، لازم يحول. نعم. الشعور نتاعو الى عمل بقدر الامكان، ثم نعم. في النهايه امر الله يصير. لذلك نقول لكم انتم يا زينب بنتي اختك، عاملوا الوالدين بالحسنى، خاطر ربي امركم بذلك، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ماشي قال كي يكونوا في حالة زواج، حتى كي يكونوا مطلقين. نعم. انتم لازم يعني تواصلوا معهم تواصل يعني مناسب بمقام الوالدين. وإذا كان الأمر ممكن الآن يتراجعوا، لا ندري، وطبعا الأمر ليس غريبا. نعم. ليس غريبا. العام الماضي رجل طلق زوجته بعد 19 سنة تراجعوا. نعم. خاطر أقوى الكلام نقصد باش ما يقولش الإنسان خلاص طلقوا، لا، ممكن طبعا بعقد ومهر جديدين، يعني حسب أحكام الشريعة الإسلامية. نعم. وأما أنتم نقول لكم الآن الثبات. هاو سمعتوا الآيات يا زينب، ربي سبحانه قال فثبتوا نثبتوا، وقال ربي يثبت الله الذين آمنوا. راكم مؤمنات إن شاء الله، راكم داخل هذه الآية، ربي يثبتكم. وتفكروا بأن الله عز وجل يعطيكم الأجر الكثير، وتفكروا بأن الله عز وجل ما يضيعش الصبر نتاعكم والاحتساب نتاعكم. وتفكروا أنكم تكونوا قدوة لغيركم. كاين الناس اللي ربما أولاد راهم ساكن مشردين، كي يشوفوا الثبات نتاعكم والصبر نتاعكم هما أيضا يصبروا كما صبرتوا. تفكروا كل هذه الأمور إن شاء الله تعالى، ربي يعطيكم الصبر والسكينة والثبات إن شاء الله. فصبر جميل زينب. أحمد من العاصمة اللي قال عندي سؤال فقهي بالنسبة لشهر رمضان فيه تنزيل القرآن، هل نزل القرآن كاملا أو هو البداية يعني؟ نعم. ممكن يا أخي نحيل هذا إلا هلا سألوا باش نجاوبوا بالتفصيل، ولكن الآن كمختصر. نعم. هذه الآية اللي ذكرتها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في سورة البقرة الآية 185. نعم. سأفيدك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في هلا سألوا، إذا قدر الله يوم الأحد باش يستفيد الجميع إن شاء الله تعالى. المسألة فقهية تتعلق أيضا بنزول القرآن الكريم. فيه تفاصيل مهمة، الوقت ربما يسمح ليش باش نفصلوا فيها. فقط نقول لك بأن القرآن تنزل على مدار 23 سنة. 23 سنة. فقد قلتها في الفترة المكية مدتها 13 سنة،
ومدة الفترة المدنية 10 سنوات. والقرآن كان يتنزل إما بواقعات وقعت حصلت وعلى إثرها تنزل القرآن، وهناك أدلة كثيرة. إما تنزل القرآن أيضا منجما بسبب أسئلة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ مثلا بقوله تعالى: ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن اليتامى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الأسئلة تبدأ يعني يأتي بعدها الجواب بالقرآن الكريم. وقد يتنزل القرآن غير مسبوق لا بسؤال ولا بواقعة. هذا سأبينه إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله وقدر. نعم دكتور، ويسألونك عن الأنفال، هي مكية نعم أو مدنية؟ نعم مكية. نعم مكية. شكرا دكتور. ثم قال قبل شهرين اقترح قضية على الأخت تاعو اللي تبنت طفلة، ولكن لست أدري دكتور جاوبنا يعني. هو يا أخي أنا أتذكر أجبنا يا أخي أحمد. والله أعلم، ولكن لا بأس أن أضيف بعض الإضافات. أولا القول بأن أختك تبنت، التبني ممنوع. قلت التبني حرام. التبني حرام. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقلنا أن قانون الجزائري القانون 84/11 في المادة 46 تنص المادة 46 على ما يلي: يمنع التبني شرعا وقانونا. فالتبني إذن التبني ممنوع، هكذا نص المادة حرفيا: يمنع التبني شرعا وقانونا، المادة 46 من قانون 84/11. وقد أشرنا أيضا إلى المرسوم التنفيذي رقم 92/24 خاصة في المادة الخامسة ما يتعلق بهذا المرسوم التنفيذي. وقد قلنا فيه ما قلنا بأنه خاص بالكفالة، بموضوع الكفالة. وقد قلنا بأن قانون 84/11 في المادة 116 إلى غاية المادة 125 تبيح هناك أحكام الكفالة مبثوثة في هذه المواد. والمادة ذكرناها المادة الخامسة من المرسوم 92/24 يعني في إشكال يتعلق بإلحاق نسب المكفول بلقب الكافل. كل هذا ذكرناه. درك يا أخي إذا كان الأمر ماهوش تحتاج مزيد من البيان مرحبا بك، تواصل معنا ونفيدك إن شاء الله. حاول أن تتصل. فربما هناك تفاصيل تحب تدرجها بالنسبة لهذه القضية، قضية التبني تاع الأخت تاعك. صالح من برج بوعريج يقول باللي كان جوهر ممكن. جوهر نعم دكتور، جوهر من البويرة اللي راهي تقول باللي الهبة الوالد تاعها تقلق على الحفيد وحب يشوفه، ودائما يقول راهو جو مازال ما زارنيش. نعم والله جاء الأخت جوهر أولا أشكرك شكرا خاص، نقول لك يعطيكم الصحة وبارك الله فيك مادام راكي مهتمة بصلة الرحم. إن شاء الله ربي يقلب بين القلوب. الإشكال لك تعرفيه وإحنا عرفناه ودرنا الشيء اللي نقدروه على كل حال، ويبقى في النهاية أمر الله يصير. لأنه علاش يقول لك العبد بالتفكير والله بالتدبير. نعم. استقضي العبد ذي تحبير ربي يدبر. نعم. العبد ذي تحبير ربي يدبر. وإن شاء الله ما يتعلق بصلة الرحم أنا على يقين إن شاء الله تعالى ستعود المياه إلى مجاريها. نعم. على يقين. نعم. وإن شاء الله ربي ما يخيبناش، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ترجع المياه لمجاريها وتولي صلة الرحم بين الجد اللي عنده كبده مجروحه على الحفيد نتاعو وليدو بالقبائلي نقولوا ثسن تسا. نعم. ثسن تسا الكبده نتاع الكبده اذا كان ترجمه حرفيه يعني. معناها هذه العباره تحمل معاني لطيفه جدا، بانه الجد لماذا هذا هو المبرر نتاع مبرر هذا الالم والشوق. وليدو لذلك الشوق كان عليه كثير. إن شاء الله ربي يصلح ذات البين إن شاء الله يا الأخت جوهر. إن شاء الله هذه الأيام المباركات نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات البين بين جميع المتخاصمين. إن شاء الله. دكتور صالح من برج بوعريج اللي يقول كان في خصومة بينه وبين الوالدين تاعو والإخوة، والمشكل هو في الميراث، ووصلوا حتى للمحكمة وقال لك عندي 6 أيام عاد لهم وكان الصلح والحمد لله، ولكن هو حلف قال والله في المحكمة ما نوليش لهم، والآن ولا لهم ربما يبحث عن الحكم الشرعي بالنسبة لأنه أحلف. دكتور سعيد بوزي صالح من برج بوعريج 72 سنة الله يبارك. نعم. نجاوبك يا سي صالح. نقول لك أولا الله يحفظك، أنت راك تصالحت معاهم
وكذا نصيحة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. النصيحة نعم. ما تزيش تقول كلام هذا ظلموني يحقرون. نعم. لا خلاص. نقول لك ربي يقول عفى الله عما سلف. نعم. يعني يساعدك ما دام تصالحت معاهم وسمحت لهم مبروك عليك. خاصة الوالدين دكتور. عندك أجر كبير. نعم. الوالدين والخوان نقول لك ربي يحفظك سي صالح أخويا. أنت اسمك صالح. قال كل واحد عنده اسم إن شاء الله له من اسمه نصيب. نصيب. إن نعم. شاء الله أنت إنسان صالح وربي يجازيك خير يا سي صالح أخويا. الصلح هذا اللي تم عندكم أجر كامل إن شاء الله. ربي يدوم المحبة بيناتكم والألفة بيناتكم. أما ما يتعلق بالقسم اللي درته وكذا الفتوى اللي قالوا لك الأئمة نتاع برج بوعراريج أنا أؤكد عليها. الشيء اللي قالوا لك طبقوا. هذاك هو الشرع. نعم. هذاك هو الشرع. درك إذا كان يعني أطعمت 10 مساكين طبقا لسورة المائدة للآية 89 من سورة المائدة. نعم. تلقاها. نعم. الآية 89 من سورة المائدة تطعم 10 مساكين. هذا يكفي يجزي. وإذا عجزت عن الإطعام ما تقدرش ولا تمد لهم دراهم وكذا وكذا للفقراء المساكين 10 لازم يكون العدد 10. إذا ما قدرتش تصوم 3 أيام وبذلك تبرؤ ذمتك. نعم. نعم دكتور لست أدري كم بقي من الوقت. سعيد نعود إلى البريد العادي. كم بقي من الوقت؟ إذا كان في اتصال ممكن نأخذ اتصال أو قضية على المباشر. دكتور قضية سيد بالقاسم من سويدانية البريد العادي. نعم. بالقاسم من سويدانية. بالقاسم من سويدانية. خذ نعم. وقتك دكتور. نعم. نعم بالقاسم من سويدانية. نعم دكتور المشكلة. نعم الأخ بالقاسم من السويدانية عنده مشكلة عائلية. طبعا رسالته قرأتها هي موجودة معي. نعم. مشكلة عائلية وقال أنا مستعد لعرضها على المباشر. إذن سأخذ هذه. ما قلناه عن الأخ سعيد كيف أيضا الأخ سعيد نفس الشيء يعني هو أيضا يعني عبر عن رغبته في عرض قضيته على المباشر. 13 دقيقة دكتور يعني تقدرت إن شاء الله. الآن نقول يا أخي بالقاسم راكم سمعتوا الأخت نجاة قالت بلي هي مرحبا بك سي بالقاسم السويدانية. بعد شهر رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ولكن مادام الحمد لله الهاتف نتاعو موجود هنا في الرسالة. أيضا كما وعدت الأخ سعيد من بومرداس برج منايل أيضا أعدك إن شاء الله نتواصل معك غدوة إن شاء الله تعالى للإسهام في حل هذا الإشكال. فإذا استطعنا أن نحل مع بعض هذا الإشكال خلال الأيام القليلة القادمة الله يبارك وإلا مستعدين لاستقبالك بعد شهر رمضان إن شاء الله وقدر. نعم سنستقبلك بعد شهر رمضان ولكن الآن نستقبل مكالمة من تيزي وزو. حمزة من تيزي وزو. السلام عليكم أخي الكريم. حمزة السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك حمزة من تيزي وزو. يرحم والديك يعطيك الصحة. يرحم والدينا ووالديك. تفضل حمزة تفضل. بالقبيلية نعم. سنقص تلفزيوني من بعد هذا قبيلي نورمال. مساء الخير يا شيخ. لا سلامة مساء الخير. صبرك يا ورع. أكيهني ربي الحمد لله. نكيل حمزة ما شو غيب ولا مرضى. مع السلامة يا سي حمزة مرحبا. شرف لي. لا سلامك تفضل. باك في الشغل بفاق نجاري كذا يسمع. الشغل نجاري كذا يسمعك. نعم. هل ترى لو جديد ولا شيء جديد؟ مازال أكثر الجوايد سيولوت والله. معليش إن كان السيول غير مزمرة ولا كنا قد السيولهم خاطر كل ساعة تنتالوف. كذا شغال التليفون. شغال التليفون. حمزة أرواح أس الجمعة الجامع العاتق الجمعة جيزتنا مرحبا لا سلامك. هذا نفكرك تساعد أعطيت لك الموعد على الهواء مباشرة. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله يوم الجمعة احنا نقولوا إن شاء الله خاطرين يظهر بك كانوا يظهرون مرحبا أس الجمعة إن شاء الله ديت دون الجمعة بعد صلاة الجمعة في المسجد العتيق في مدينة تيزي وزو مركز. نعم. مرحبا لا سلام. الشيخ اطرح. الشيخ؟ نعم. الشيخ اطرح حضرت جمالين وقلبي. لا غيك ما نروح الجمعة نمزر فينا اسن السبت تمديت نوفيل فيل معليش اسن السبت
بعد العشاء. نعم. ذي المدينة الجديدة. معليش سيدي، اروح اسيدي المدينة الجديدة مسجد ابي يعلى الزواوي باش الساده. انا بدي لك الشيخ عبد الله. مرحبا لا سلامك. يلا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حمزة. إذا الموعد في تيزي وزو يوم الجمعة أو السبت. شكرا حمزة من تيزي وزو. ليلى، نستقبل مكالمة ليلى من العاصمة. السلام عليكم أختي الكريمة ليلى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلى، عندك خلاف؟ زعما غنهضر بالشيخ ولا شغلي؟ مرحبا لا سلامة. تفضلي ليلى تفضلي. شيخ مولا شغلي ساغ تمغارتي والساعة القضية فوق الكماس. قضية نشرح. مولا شغلي نريد فقد تليفونينك باش كنا تهضري ذاك تفهم القضية ينس. مرحبا. بس واحد 25 سنة ياكي القضية مازالو تفرارة. يا لطيف. كمين يجد التليفوني مثاوي التليفون نغ ساتماتنا كيماتنا السعيد. خلي التليفون تاعك ليلى من العاصمة. خلي رقم تليفونك لمن هو في الغرفة التقنية. بعد نهاية البرنامج راح يتصل بك فضيلة الدكتور. يعطيكم الصح يعطيكم الصح يعطيك الصحة يا شيخ. بارك الله فيكم. نعم شكرا ليلى من العاصمة. إذا صالح برج بوعريج. نعم دكتور، هكذا باش يكون الوقت يعني ما يدهمناش. نعم صالح أجبناه. نعم. نعود دكتور قبل حمزة من تيزي وزو، نعود إلى فاطمة تيميمون. نعم. البريد العادي. نعم دكتور. البريد العادي. نعم ها هي فاطمة تيميمون. من فاطمة تيميمون نتمنى تكون وصلت. نعم ها هي وطلعت عليها. واش موجود هنا؟ هي قضية حضانة. نعم. بعد وقوع طلاق بين الزوجين. نعم. ثم المشكلة مشكلة حضانة. المطلوب يا أختي فاطمة إفادتنا برقم الهاتف للتواصل. نعم. لأن الحكم القضائي اطلعت عليه، الحكم القضائي هو بين يدي. نعم. ورسالتك قرأتها ولكن لم أجد رقم الهاتف. بالمناسبة اللي يتواصلوا معنا مليح يكتبوا رقم الهواتف في الرسالة. في البريد. نعم. قرأت القرار. طبعا القرار صدر، فلا نعقب على القرارات الصادرة من الهيئات القضائية. نعم. ولكن الذي نتولاه نحن هو إصلاح ذات البين. نعم. فإذا تم الإصلاح الإشكال بعدين غير مطروح. فإذا كان بغاو يتراجعوا في الزواج سهل المسألة. نعم. يعقدان عقد زواج جديد بالفاتحة الشرعية ثم بتوثيق عقد الزواج على مستوى ضابط الحالة المدنية أو على مستوى الموثق. نعم. وقضية الحضانة أيضا طبقا لقانون 84/11 المادة 64 رتبت الحاضنات أو الحواضن نص المادة حرفيا: الأم أولى بحضانة أولادها. نعم. ثم الأب. هذا حصل هذا التعديل بالأمر 0502 الصادر في 27 فبراير 2005. نعم. صار الأب في المرتبة الثانية، ولكن في ظل قانون 84/11 قبل التعديل تأتي الأم في المرتبة الثانية. معنى قادر نفيدك شرعا وقانونا، ولكن أعطيني الهاتف. إذا نداء لفاطمة من تيميمون. فاطمة من تيميمون، بعد ما اطلع الدكتور على البريد والقضية تاعك، حاولي أنك تتصلي بنا باش تعطينا رقم تليفون للتواصل معك. البريد الإلكتروني الآن فاتح من عنابة دكتور، ثم نعود إلى حمزة وليلى من العاصمة. محمد أيضا البريد العادي. محمد. نعم. محمد لسنا ندري من أين. الأخ محمد يبدو أنه من أضرار. يبدو محمد. نعم. نعم. يا أخي محمد، أرسلت لي 40 صفحة قرأتها كاملة. نعم. هاي 40 صفحة نتاعك، 40 صفحة. نعم. الله يبارك. مما ورد في 40 صفحة هذه ما يلي. 5 دقائق دكتور. نعم. إن شاء الله. خلاصة ما ورد: أولا هناك إشارات مهمة جدا إلى النظام العقابي في الشريعة الإسلامية، راهي موجودة هنا. نعم. وإشارات أيضا مهمة
عن أمور دعوية. بدأ مثلا يعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية إلى آخره. نعم. يعني أفكار دعوية مهمة. نعم. واحتوت هذه الرسالة الطويلة 40 صفحة على أمر التفكير في الآخرة. ماذا بك إن شاء الله نفكروا كامل في الآخرة بقوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله إلى آخر الآية 281 من سورة البقرة. وكذلك أشار إلى بعض أحكام المعاملات خاصة ما يتعلق بالتوثيق وخاصة ما يتعلق بالآية 282 من سورة البقرة. نقول لك يا أخي محمد بارك الله فيك، يعني هو لم يطرح سؤالا. نعم. ولكن دار مشاركة في 40 صفحة. تمني لو كانت تتواصل معنا هاتفيا باش تفيدنا. يعني عبر الهاتف. ما خلاش رقم الهاتف دكتور؟ ما خلاش رقم الهاتف أيضا. رقم الهاتف غير موجود. خسارة. وكتبت هنا 40 صفحة لأنه قرأتها واطلعت عليه. نعم بارك الله فيك. هكذا هو الرجل المصلح. بالك نروح حتى 12 تاع الليل ولا نكملوا كامل. يلا. فتح من عناب البريد الإلكتروني دكتور. فتح بريدك بين يدي. نعم. هاو هنا. بريد الإلكتروني. نعم. هاو البريد نتاعك. طيب هي تقول توفيت أمي في نوفمبر 2014. الله يرحمها ويرحم جميع الموتى إن شاء الله دكتور. جميع. وتركت بنتين، يعني أنا وأختي، يعني السائلة أم فاتح وأختها. وقالت أمي كانت تملك صندوق من الذهب الله يبارك ومبلغ من المال مقدر بحوالي 300 مليون. نعم الله يبارك. أنت كتبتي هنا دينار، على بالك 300 مليون دينار يعني حاجة كبيرة يعني. نعم ضخمة. ولكن جاب لي ربي سنتيم يعني. نعم. لا أدري ربما كاين اللي غلط في هذا المهم خلات مبلغ محترم من المال. وكذا في منزل أختي، يعني خلاته مع أختها. كل هذا كان مجهولا غير معروف. بعد وفاة الوالدة الله يرحمها، هذه الأخت أخت أم فاتح صرحت قالت بالنسبة للذهب وصت أمي باش يروح لبنتي الحفيدة يعني. أما بالنسبة للدراهم لا أعطيك شيئا من هذه الأموال. نعم. وأنا أتصدق به. طبعا هذا الكلام مرفوض. نعم. مع أختك ما عندهاش الحق باش تستولي على هذه الملايين هذه الأموال وتتصدق بها. شكون قالها؟ الشرع ما قالهاش هكا. الشرع يقول هذا المال هو ميراث. نعم. يقسم على الورثة طبقا للفريضة الشرعية. أنت وأختك عندكم الثلثان هذا بنص القرآن. إذا كان 300 مليون أنتم عندكم 200 مليون و100 مليون يروح للعصبة. يعني كملت إن شاء الله يروح للعصبة. نعم. حسب أنا ما كاش عندي عصبة هنا ما لا أدري. نعم. بباقي الورثة. أما بالنسبة لذاك الذهب صندوق الذهب كما قالت هي قالت وصية. كيف الوصية هذه؟ وهي الأخت أم فتح تقول أنا أرفضها، لكن الحق أن ترفضيها. الوصية لازم تكون إما بحضور الشهود. نعم. إما ماشي هكذا برك. نعم. أي واحد يقول لك وصية. نعم. هذه قضية تحتاج إلى علاج. نقول لكم حافظوا على صلة الرحم واختك هذه ربي يهديها باش ما تديش هذه الأموال بغير وجه حق. أنا أنتهي هنا أختي نجاة. نقول لكم كامل رمضان كريم إن شاء الله وربي يحفظكم ويستركم وينصركم وربي يصلح ذات البين بين جميع المتخاصمين. نتجاوز إن شاء الله 28 لسر 3 سر نجالو ثمن ثالوث ثمن بعد رمضان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك دكتور. إذا بقي حمزة من تيزي وزو والليلة من العاصمة. لست أدري إذا كان في وقت ولكن تفضل دكتور. يعني هي ليلى تقول طلبت الهاتف. طلبت الهاتف العجوزة نتاع نفري والمشكل نتاعها تواصلي معنا. نعم. يا سي حمزة عندك موعد. شكرا. رمضان كريم دكتور. نلتقي بعد رمضان إن شاء الله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت الرابع سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى.